صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن كبير الرحمية إبلي الفنان محمد التبعي، واسمه بالكامل محمد محمود أبو شرابة التبعي، واتولد في بورسعيد سنة 1907 لعيلة اشتهرت بتجارة الجلود، وحفظ القرآن الكريم بالكامل وهو عنده 15 سنة، وكان والده عايزه يدخل الأزهر الشريف. لكن محمد التبعي كان عاشق للفن والمسرح، خصوصا مسرح يوسف وهبي والريحاني والكسار. واشتغل محمد التبعي في المسرح المتجول، وبعدين اشتغل مع فرقة بيبع عز الدين، وبعدين فرقة بديعة مصابني، وكان دايما بيقدم دور الصعيدي الساذج، لحد ما شافه مرة المخرج عباس كامل في سكتش اسمه الباشا مرجي، وعجبه جدا أداؤه الصعيدي، فاداله دور كبير الرحمية إبلي في فيلم لسانك حصانك مع شادية وكارم محمود وزينات صدقي وفريد شوقي. وكان دوره عمدة صعيدي بيجمع تبرعات من أهل قريته عشان يبنوا مدرسة لمحو الأمية في القرية ومستشفى لعلاج المرضى. ونجح الفيلم جدا، وكان الفنان سيد بدير قايم بدور ابنه في الفيلم، وكونوا هما الاتنين ثنائي فني ناجح في عدد من الأفلام زي خد الجميل، أنا وحبيبي، عايزة أتجوز، خبر أبيض، حضرة المحترم، المقدر والمكتوب، وغيرهم. وبالرغم إن محمد تبعي أشهر صعيدي في تاريخ السينما المصرية، لكن عمره ما راح الصعيد، لكن كان ليه أصدقاء كتير صعايدة أخد منهم الشخصية. ونجحت شخصية كبير الرحمية إبلي جدا، لدرجة إن المسؤولين عن الدراما في التلفزيون قرروا يعملوها حلقات باسم مغامرات كبير الرحمية، وأسس محمد تبعي فرقة مسرحية بنفس الاسم، ولف بيها بلاد كتيرة وحققت نجاح كبير. وكانت بطلة الفرقة الفنانة نعيمة الصغير، وكانت الفرقة بتضم شكوكو، كحلاوي، شفيق جلال، أحمد غانم، وعمر الجزاوي. واتجوز محمد تبعي من بنت عم الفنانة سوريا حلمي، وكان أكبر منها ب20 سنة، وخلفوا 4 أطفال. وكان محمد تبعي في آخر أيامه مرتبط بعقد مع الفنانة صفية حلمي، واللي لما عرفت إنه بيجهز علشان يسافر مع تحية كاريوكا وفايز حلاوة في رحلة للبلاد العربية، طلبت منه إنه يدفع قيمة الشرط الجزائي. وحزن جدا محمد التبعي، ولما طلع على المسرح عشان يمثل دوره جاله جلطة في المخ، ونقلوه المستشفى القصر العيني اللي فضل فيها 11 يوم قبل ما يتوفى سنة 64.